أن النبي الكريم إما وجه من قبل الله عز وجل أو من قبل أو اجتهادا منه لم يشرح هذه الآيات. فمرة قال لي أخ، قال لي هذا الكلام في عليه إشكال، تفضل. قال لي العلم يتبدل، فإذا ربط أنت آية بالعلم معناه بيتبدل العلم، في عندنا مشكلة. لا، الله قال والسماء ذات الرجع. ففي مرحلة من المراحل فهم الناس الرجع أن بخار الماء يصعد من البحار إلى طبقات الجو ويرجع مطرا. واضحة الآية، آية علمية هي، والسماء ذات الرجع. ثم تطورت العلوم فصار في عندنا موجة كهرطيسية، هذه إذا بثت إلى الفضاء الخارجي اصطدمت بالأثير فأعادها إلى الأرض، ولولا هذه الطبقة، طبقة الأثير، لما كان هناك بث تلفزيوني ولا كان هذا الدرس أساسا. سبحان الله. ترسل الموجة الكهرطيسية إلى الفضاء الخارجي، تصطدم بطبقة الأثير، تعيدها إلى الأرض. سبحان الله. ثم اكتشف أن هذا الكون آلاف ملايين المجرات، وهذه المجرات نظامها أن كل كوكب أو كل نجم يدور حول كوكب آخر ويرجع إلى مكان انطلاقه النسبي، والسماء ذات الرجع. سبحان الله. فالحقيقة لأن النبي خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعثته خاتمة البعثات، والوحي خاتم الوحي من السماء، فالآيات التي تزيد عن 1300 آية التي فيها إشارات علمية، إشارات فقط، هذه الآيات ما كان أحد يعرفها قديما. الآن هذه الآيات أكبر دليل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر دليل. يعني مثلا بعد ما وضعت موازين للأمطار في العالم كله، فلو جمعنا التهطال المطري في سنة بأكملها جمع دقيق لفوجئنا أنه ما عام بأمطر من عام. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم. مختلف التوزيع، ما عام، هذا كلام النبي الكريم، بأمطر من عام. هي حقيقة اكتشفت بعد وضع موازين للأمطار في أنحاء الأرض. سبحان الله. فلو جمعت كل هذه الكميات برقم، نفاجأ أن هذا الرقم ثابت في كل عام. سبحان الله. طيب شيخنا، بعد إذنك يعني نبقى عند هذه